السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. النهاردة هنشرح أول فيديو خاص بالتحول الرقمي عربي. أول موديول هنبتدي بيه هو الوورد. فالفيديو ده هيتكلم عن شرح مبسط لتبويبات الوورد واجهة 2019، ودي الواجهة الموجودة في آخر تحديث للتحول الرقمي. بعد كده احنا هنعمل فيديوهات خاصة بالأسئلة بطريقة مبسطة وحديثة، بحيث ان كل تبويبة تحتها الأسئلة بتاعتها. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. واجهة 2019 بتاعة الوورد أول ما نفتحها هنلاقي فيها 9 تبويبات. أساميهم هنقولهم بسرعة. عندنا تبويبة ملف، والشريط الرئيسي، وإدراج، وتصميم، وتخطيط، وتبويب مراجع ومراسلات، وتبويبة المراجعة، وتبويبة عرض. واي تبويبه نقف عليها بتظهر لنا مجموعه من الايتمز هنشرحها دلوقتي بصوره مبسطه. اول تبويبه معانا هي قائمه ملف. قائمه ملف باختصار هي بقدر احفظ بيها الملف، او احفظه باسم، او افتح ملف معين، او افتح ملف جديد، او اعمل مشاركه او خيارات، وبختارهم من القائمه دي. بعدين التبويبة رقم 2 اللي هي تبويبة الشريط الرئيسي. تبويبة الشريط الرئيسي من اسمها رئيسي، وبالتالي فيها كل الحاجات الرئيسية اللي انا اقدر استخدمها عشان انسق الفقرة بتاعتي. طب انا عشان اقدر انسق الفقرة بتاعتي هضطر اجيب او اشيل بعض الفقرات منها، وبالتالي هستخدم قص او نسخ او لصق. فاذا الحاجات دي كلها منين؟ من الشريط الرئيسي. بعد كده اقدر اتحكم في حجم الخط بتاعي او في اللون بتاعي من جزء الخط الموجود في التبويبه، او جزء الفقره. جزء الفقره ليه علاقه بالمحاذاه او التعداد النقطي، وكمان تنسيق الفقره وبعد كده استخدم الانماط. الانماط دي ليها علاقه بشكل الخط بتاعي ولونه. واخر حاجه موجوده فيها اللي هي مجموعه اوامر التحرير. هنا بقدر ابحث عن اي كلمه عايزاها في الملف، او استبدلها باي كلمه بالتانيه، واقدر احدد الكلمات اللي انا عايزاها. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالحاجات الرئيسيه لتنسيق الفقره بتاعتي يبقى الاقيها في ايه؟ في الشريط الرئيسي. بعد كده التبويبه رقم 2 ادراج. ادراج جايه من اسمها، يعني ادخال، او بضيف حاجه جديده في الملف بتاعي. طب اي اضافه زي مثلا هي اضافات متنوعه، ولكن في برضو جزء خاص بالصفحات. الصفحه هنا سواء هفتح صفحه جديده او هعمل فواصل ما بين الصفحات. تمام. يبقى خلي بالي بس، يبقى هم دول الجزئين اللي ليهم علاقه بالصفحات. لكن اي حاجه تانية اضافات زي جدول، اضافه جداول، او اضافه رسومات توضيحيه منها صور او اشكال او ايقونات متعدده، او سمارت ارت يعني اشكال ذكيه بقدر ادرك فيها اي نص انا عايزاه، او مخطط اللي هو الرسومات البيانيه، او حتى اضيف لقطه شاشه. كل ده من ايه؟ من رسومات توضيحيه. بعد كده عندي في التعليقات. عايزه اضيف تعليق او كومنت على الفقره بتاعتي من تعليق، او اضيف حاجه اسمها راس وذيل للصفحه. راس وذيل، وكمان رقم الصفحه، وكمان واضافه النص بتاعي. ممكن اضيف مربع اقدر اكتب فيه النص اللي انا عايزاه، وممكن انسق شكل الخط بتاعي، وكمان اقدر احط توقيع او اظبط التاريخ والوقت. ده كله من نص. واخر حاجه رمز. الرمز دي بتتيح لي ان انا اقدر ادرج معادله او ادرج رمز معين. يبقى اي حاجه فيها ادراج من قائمه ادراج. طب التبويبه رقم 4 اللي هي تبويبه تصميم. تصميم من اسمها يبقى انا بصمم شكل المستند بتاعي، وبالتالي في عندي حاجتين. في عندي حاجه اسمها تنسيق المستند، وعندي حاجه اسمها خلفيه الصفحه. تنسيق المستند اقدر من خلالها ان انا اظبط شكل النص بتاعي والالوانه وفي عندي كذا اوبشن هنا ممكن اختار منهم. وكمان اقدر اتحكم في الالوان او في الخطوط او حتى في تباعد الفقرات. اما الجزء اللي ليه علاقه بخلفيه الصفحه اقدر اضيف علامه مائيه، او اغير لون الصفحه، او اضيف لها حدود. وخلي بالي من الجزئيه دي عشان مهمه جدا. يبقى علامه مائيه او لون او احط حدود للصفحه من تصميم. هي بعد كده تبويبه رقم 5 تبويب التخطيط. اهم الاوامر الموجوده في التخطيط معايا اللي هي ليها علاقه باعداد الصفحه. طالما تخطيط يبقى انا بخطط الصفحه وبظبط الهوامش بتاعتها واتجاهاتها. يبقى من اعداد الصفحه هنلاقي فيه هوامش والاتجاه وحجم الصفحه، وكمان تظبيط الاعمده والفواصل. طب بالنسبه للفقره هظبط الفقره من حيث المسافه البادئه والتباعد ما بين الاسطر. وفي عندي ترتيب دي بشتغل على جزء التحديد وجزء التفاف الفقره او النص بتاعي.
ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك او شير للقناة بتاعتنا عشان نقدر نكمل معاكم بقية المديولات ويبقى في استفادة معانا بإذن الله. بعد كده عندي التبويبة رقم 6 اللي هي تبويبة مراجع. من اسمها مراجع يبقى ليها علاقة بالمراجع والاقتباسات، فهناخدها كده بالترتيب. عندي جدول المحتويات بيحتوي على الجدول اللي انا اقدر ادرك فيه كل المراجع او الاقتباسات بتاعتي وتحديد الجدول. بعد كده عندي الحواشي السفلية بظبط منها او ادرك حاشية سفلية، والتعليق اللي ممكن احطه في ايه في نهاية الفقرة بتاعتي اللي اسمه تعليق ختامي. بعد كده في عندي المراجع والاقتباسات، فيها جزء للمراجع وفيها جزء للاقتباسات او ادارة المصدر. بعد كده التبويبة رقم 6 اللي هي تبويب مراجع، ومن اسمها مراجع يبقى ليها علاقة بالمراجع والاقتباسات والمصادر. تمام. فاذا اي حاجه الاقي فيها كلمه مراجع او اقتباسات او مصادر او تعليق ختامي او حواشي سفليه يبقى انا شغاله في تبويبه ايه مراجع. يبقى هنمسكها كده بالترتيب. عندي جدول المحتويات، في جدول المحتويات اعمل له ادراج او اضافه نص او تحديد الجدول بتاعي. بعد كده عندي الحواشي السفليه اقدر اعمل لها ادراج حاشيه سفليه في الملف بتاعي او اعمل ادراج لتعليق ختامي. بعد كده في عندي المراجع والاقتباسات اقدر اعمل ادراج للاقتباس. بالنسبة للمراجع والاقتباسات اقدر اعمل ادراج اقتباس، وممكن اقدر اعمل ادارة للمصادر او المراجع. بعد كده في عندي التسميات التوضيحية. التسميات التوضيحية فيها ادراج تسمية توضيحية او ادراج جدول رسوم توضيحية. وفي اخر حاجة عندي الفهرس. التبويبة اللي بعدها تبويبة مراسلات، وبالتالي هيبقى ليه علاقة بتحديد المستلمين وتمييز حقول الدمج والمراسلات. فعندي إنشاء، ممكن أعمل إنشاء لمغلفات ملصقات أو أعمل بدء دمج المراسلات عن طريق بدء الدمج أو تحديد المستلمين. وفي عندي كتابة الحقول عن طريق تمييز الحقول ومعاينة النتائج. بعد كده التبويبة رقم 8 اللي هي تبويب المراجعة، فيها حاجة اسمها تدقيق. التدقيق دي لها علاقة بالتدقيق الإملائي أو البحث عن كلمة في القاموس. بعد كده في عندي اللغة، ليها علاقة بالترجمة واللغة نفسها. بعد كده التعقب، ليها علاقة بتعقب التغيرات اللي بتحصل في الملف. وفي عندي تغيرات، في عندي بقى أيقونة اسمها تعقب التغيرات، هي كده على بعض بتبقى موجودة في قائمة تعقب في تبويبة مراجعة. اما التغيرات دي بتبقى بتمكنني ان انا اقدر ارفض او التغيرات الموجودة او اجيب التغير السابق او التالي. بعد كده عندي المقارنة، وعندي اخفاء الحب. تبويبة معانا في واجهة وورد 2019 هو تبويب عرض. تبويب عرض اقدر من خلالها اظبط طرق العرض بتاعت الملف بتاعي عن طريق تخطيط الطباعة وطرق عرض المستند، وليكن مثلا زي وضع القراءة. بعد كده في عندي مجموعة إظهار بيبقى موجود فيها المسطرة وخطوط الشبكة. دي هنا بظهر المسطرة عشان أقدر أظبط بيها وأنسق بيها الملف بتاعي. بعد كده في عندي تكبير وتصغير الصفحة. وفي آخر حاجة عندي مجموعة نافذة بقدر أظبط فيها النص بتاعي والنوافذ وأرتبها وأفتح نافذة جديدة وأعمل فيها حتى انقسامات.